السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في قناة درس إنجليزي. النهاردة إن شاء الله هناخد lesson 4 من يونت 1. بتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الرابع من يونت 1 اللي هي اليونت الأولى من منهج تالتة ابتدائي 2026. طبعا احنا شرحنا الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث، والنهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الرابع اللي هو lesson 4. كل الدروس موجود لها فيديوهات منفصلة لكل درس، تقدروا ترجعوا ليه عشان تستفادوا. النهاردة إن شاء الله هناخد lesson 3 lesson 4. طبعا هنقسمه أو هو بالفعل متقسم لأربع أجزاء. أول جزء اللي هو الديلي روتينز اللي هي الروتينات اليومية. رقم 2 عندي اللانجوج نيوز اللي هو الجرامر. طيب ثالث جزء reading and writing اللي هي القراءة والكتابة. والجزء الأخير listening and speaking اللي هو الاستماع والتحدث. طبعا أول جزء هنبدأ على طول بالفوكابيولري اللي هي المفردات الخاصة بالدرس. طبعا عندي فوق هنا daily routines يعني الروتين اليومي. من خلال عنوانه كده هناخد ايه؟ هناخد الكلمات او المصطلحات اللي بستخدمها لما يكون عندي روتين يومي بعمله. مثلا بصحى من النوم بعمل كذا بعمل كذا بعمل كذا، ده المقصود بالروتين. والروتين اليومي يعني العادات اللي بتعملها في اليوم عشان نبسطها شوي. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنقرأ الكلمات ويا ريت repeat after me يعني ترددوا ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. wake up wake up يستيقظ. wake up wake up يستيقظ. eat breakfast أو have breakfast يعني يأكل وجبة الإفطار. eat breakfast have breakfast الاتنين صح. do homework يعمل الواجب. do homework do homework. watch TV watch TV يشاهد التلفزيون. watch TV. هنقرأهم أول أربعة مع بعض. wake up wake up eat breakfast do homework watch TV. تمام، هنتنقل للجزء اللي بعده. sleep sleep ينام. sleep. go to school go to school يذهب إلى المدرسة. go to school. read read يقرأ. read. play play يلعب. play. brush my teeth brush my teeth أغسل أسناني. brush my teeth. get dressed get dressed get dressed يعني يرتدي ملابسه. make my bed make my bed أرتب سريري. make my bed. brush my teeth brush my hair تنفع الاتنين مع بعض. يعني كلمة brush تنفع أغسل اللي هو الأسنان، أو brush يعني أمشط. brush my hair أمشط شعري. نقرأهم تاني قراءة سريعة مع بعض. sleep go to school read play brush my teeth get dressed make my bed brush my hair. طيب عندي الكلمتين دول. write write يكتب. go home go home يذهب إلى المنزل. write يكتب. go home يذهب إلى المنزل. نركز على نطق كلمة write، مش بنطق الW لأن حرف الW في الكلمة دي silent يعني بنكتبه لكن مش بننطقه. write write.
نقرأهم تاني. write go home. هنا بقى هناخد المفردات الإضافية. every day every day كل يوم. park park حديقة عامة. game game مباراة. football football كرة القدم. learn learn يتعلم. garden garden حديقة. together together يعني معا. study hard يذاكر بجد. what time لما أجي أسأل على الوقت what time ما الوقت what time. piano اللي هو البيانو. tidy يعني مرتب أو منظم. bus يعني حافلة اللي هو الأتوبيس. الجزء الثاني هنا عندي الكلمات وبنحولها لجمل. عندي أول كلمة wake up يعني يستيقظ. الجملة بتاعتها I woke up at 6 a.m. I woke up at 6 a.m. يعني أنا بستيقظ الساعة 6 صباحا. breakfast الإفطار. I have my breakfast يعني أنا أتناول إفطاري. brush teeth يغسل أسنانه. I brush my teeth أنا أغسل أسناني. make bed يرتب السرير. I make my bed أنا برتب أو أنا أرتب سريري. do homework يعمل الواجب. I do my homework يعني أنا بعمل الواجب بتاعي. نقرأهم قراءة سريعة مع بعض. I wake up at 6 a.m. I have my breakfast أنا تناولت الإفطار. I brush my teeth أنا غسلت أسناني. I make my bed أنا رتبت سريري. I do my homework أنا بعمل الواجب. لو وصلت لحد هنا بتمنى تعمل لايك وتشير الفيديو عشان يوصلك كل جديد، وتشترك في القناة طبعا. ويلا نكمل مع بعض. choose the correct answer. اختر I not books in my free time. بعمل ايه للكتب في وقت الفراغ؟ طبعا read يعني ايه؟ read يعني يقرأ. I like to not cartoons on TV. بعمل ايه الكرتون على في التي في؟ طبعا watch يعني يشاهد. watch يعني يشاهد. number 3 please not your name on the paper. please not your name. please write your name. اكتب اسمك على الورقة. number 4 I not my breakfast. I eat my breakfast يعني أنا بأكل الإفطار. number 5 he not to school at 6. he goes to school at 6. يمشي للمدرسة الساعة at 7 7 الساعة 7. number 6 not your teeth before going to bed. هتعمل ايه لأسنانك قبل ما تنام؟ brush your teeth يغسل أسنانه. number 7 I not my bed when I woke up. أنا بعمل ايه للسرير لما wake up لما بقوم؟ طبعا I make my bed أرتب سريري. number 2 طبعا الجزء الخاص بالريدينج. number 2 الجزء الخاص بالإيه؟ بالريدينج. هنقرأ مع بعض. hello مرحبا. I am أمير أنا أمير. every day كل يوم. I wake up at 6 a.m. أنا بقوم الساعة 6. I brush my teeth and get dressed. تمام. بغسل أسناني وبلبس ملابسي. after I have breakfast بعد لما بفطر. I go to school أنا بذهب للمدرسة. I learn and play with my friends أنا بتعلم وبلعب مع أصدقائي. after school طب بعد المدرسة. I go home بذهب للمنزل and do my homework وبعمل الواجب بتاعي. طيب هنا عندي أسئلة. السؤال الأولاني هو حله، السؤال الثاني احنا اللي هنحله مع بعض. What time does أمير wake up؟ هو بيقوم الساعة كام؟ He wakes at 6 a.m. هو بيقوم الساعة كام؟ الساعة 6. طيب number 2
What does أمير do after school؟ طب أمير بيعمل إيه بعد المدرسة؟ هنجيبها هنا من القطعة. شايفين؟ after school I go to home and do my homework أهو الجزء ده. يعني إيه؟ يعني هو بيمشي للمنزل وكمان بيعمل الواجب بتاعه. ده كده إجابتها. تمام. طيب هنا listen and read، هتسمعوا وتقرأوا. يلا اسمعوا بقى مع بعض. What time do you wake up؟ What time do you wake up؟ يعني أنت بتستيقظ الساعة كام؟ قال له at 6:30 a.m. الساعة 6:30 صباحا. Then بعد ذلك I eat my breakfast and go to school. أنا بأكل طعامي وبذهب للمدرسة. تمام جدا. What do you do after school؟ طب أنت بعد المدرسة بتعمل إيه؟ I do my homework and I go to sleep. I do my homework and I go to sleep. أنا بعمل الواجب وبنام. تمام. الجزء الثالث بقى عندي language news اللي هو الجرامر. نركز مع بعض عشان هناخد النهاردة إن شاء الله the present simple tense يعني زمن المضارع البسيط. أولا كده بستخدمه في إيه؟ to talk about routines and daily habits عشان نتكلم عن الروتينز بتاعي وكمان الديلي هابتس اللي هي العادات اليومية. بيتكون من إيه يا مس؟ بيتكون من هنقول لكم دلوقتي مع بعض. هنقسم الضمائر لجزئين، كل جزء مع بعضه بيتعامل معاملة خاصة بيه. إزاي؟ على سبيل المثال هي وشي وإت. طبعا هي يعني هو، شي هي، إت هو أو هي لغير العاقل، والإيه أو أي اسم إيه مفرد، أي اسم مفرد يعني أحمد محمود وهكذا. دول جزء. الجزء الثاني I ووي وذي ويو. I ووي وذي ويو وأي أو أي اسم جمع ده كده جزء وحدي. يبقى الأول خالص بنقسم، نعرف اللي بيجي مع بعض مين واللي ما بيجيش مع بعض مين. نعرف كل فريقين. عندي هنا فريقين، الفريق الأول هي وشي وإت دول مع بعض، وعندي I ووي وذي ويو وأي اسم جمع دول فريق مع بعض. طيب نبدأ الأول بالمفرد. المفرد بياخد إيه؟ بياخد الفعل في المصدر، بنضيف له اس أو اي اس أو اي اس وباقي الجملة زي ما هي. إزاي يا مس؟ هنشرح دلوقتي إزاي. تعالي نقرأ الأول المثال ده. He plays the piano يعني هو بيعزف على البيانو. He plays the piano. ليه جبنا في الفعل اس يا مس؟ عشان الفعل مع المفرد في المضارع البسيط هيجي معاه اس. طيب الجزء الثاني اللي هو I ووي وذي ويو لا، بيقبل الفعل زي ما هو، مش بضيف له ولا اس ولا اي اس ولا اي اس. يلا نقرأ المثال مع بعض. They play after school. هما بيلعبوا بعد المدرسة. play يلعب زي ما هي حطيتها، ما حطيتش أي إضافات. طبعا أنا عايزة حد دلوقتي يسألني يا مس إمتى بنجيب الإس وإمتى بنحط الإي إس وإمتى بنحط الآي إي إس. هنوضح دلوقتي مع بعض. بيقول لي إن الإس بحطها مع معظم الأفعال بتاخد إس. معظم الأفعال بتاخد إس. طيب إذا كان الإي إس بقى بحطها إمتى؟ إذا كان الفعل منتهي ببعض الحروف اللي هقولها لكم دلوقتي. يعني أشوف لنهاية الفعل آخر حرفين في الفعل أركز عليهم. إذا كانت من الحروف اللي هنقولها دلوقتي هحط إي إس. إيه هي الحروف يا مس؟ هي السي اتش والإس إس، السي اتش والاس اتش والاكس والاس اس والاو. إذا لقيت الفعل بتاعي بينتهي بأي حرف من الحروف دي هحط على طول في آخره إي إس مع المفرد اللي هو هي وشي وإت وأي اسم مفرد. ماشي؟ زي على سبيل المثال كلمة برش لسه خدناها دلوقتي. برش يعني يغسل أسنانه أو يمشط شعره. برش هنا نهايتها حرف الإيه الإس والإتش، نهايتها حرف الإس والإيه والإتش. هنا أهي الإس والإيه والإتش. طيب الإس والإتش من ضمن الحروف اللي بتتحط في آخر الفعل إي إس.
تمام. يبقى لو قال لي هو أو هي أو أحمد أو محمود بيغسل أسنانه هنحط إيه؟ هنحط ES، يبقى brushes his teeth. تمام كده؟ فهمناها؟ الحمد لله فهمناها. اللي مش فاهم يكتب لي في الكومنتات. طيب تاني حالة، امتى بحط ال IES؟ بحط ال IES إذا كان الفعل منتهي بواي قبلها حرف ساكن. ايه يا مس الكلام اللي بتقوليه ده؟ هقول لكم دلوقتي. إذا كان الفعل منتهي بحرف الواي وقبلها حرف ساكن بحذف الواي وأضيف IES. طب يا مس لو كان الواي قبلها حرف متحرك، طبعا احنا عارفين الحروف المتحركة 5، هما ايه؟ هما الإي والإي والآي والأو واليو. إذا كان الواي قبلها أي حرف من ال5 دول لا، هخلي الآي زي ما هي وأضيف اس. طب لا، لو كان قبلها أي حرف تاني من الحروف الساكنة لا، هحوش للواي خالص، هحوشها خالص وأحط IES. يبقى كده عرفنا تاني حالة. زي فعل study يذاكر، ادي الواي اهي وقبليها الدي طبعا حرف ساكن ولا متحرك؟ الدي طبعا حرف ساكن، عشان الدي حرف ساكن هنحوش الواي ونحط IES. يبقى he studies يعني هو يذاكر. بتجيني مع مين؟ مع هي وشي وإت وأي اسم مفرد. تمام. طب بقول لي لو كان الواي قبلها فاول يعني حرف متحرك، لا بنسيبها زي ما هي. زي فعل بلاي يلعب، ادي الواي قبلها حرف الاي من الحروف المتحركة، لا مش هنحذف وهنحط اس. تمام. طيب بيقول لي هنا بقى صيغة الاستفهام. لما نسأل سؤال بنعمله ازاي؟ هنجيب كلمة الاستفهام دو بتجيني مع مين؟ برضه هنقسمهم، دو مع اي ووي وذي ويو اي اسم جمع بيجيني معها دو. طب داز مع هي وشي وإت، وبعدين المصدر وتكملة الجملة وعلامة الاستفهام. What do you do after school؟ ماذا تفعل بعد المدرسة؟ What does she eat for breakfast؟ طب هي أكلت إيه بقى على الفطار؟ What time do you wake up؟ طب أنت بتقوم الساعة كام؟ دي كلها حالات السؤال في زمن المضارع البسيط. بنجيب كلمة الاستفهام، هنا جايب لي what. طيب الفعل المساعد اللي هو do بيجيني مع يو أو I ووي وذي ويو. طب does مع هي وشي وإت. تمام. وتكملة الجملة وعلامة الاستفهام. تمام كده. هنحل بقى مع بعض. I not up in the morning. طيب I من ضمن الأفعال اللي بتيجي في معاها المصدر ولا اللي بيجي معاها اس أو اس أو اس؟ طبعا بيجي معاها المصدر. I wake up أنا بستيقظ على طول، مفيش في النهاية أي حاجة لأنه بيجي معاه المصدر. نادر إيه؟ نادر مفرد، يبقى الفعل هيكون مع اس أو اس أو اي اس. طبعا نادر بلايز فوتبول بيلعب كرة القدم. نهى أند أمير مفرد ولا جمع؟ نهى وأميرة طبعا جمع، يبقى الفعل في المصدر. نهى أند أميرة ميك their bed. ليه جبنا ميك ما جبناش اس؟ لأن منى وأميرة، نهى وأميرة هي هما كده بقوا جمع. الجمع بيجي الفعل في المصدر. نمبر 4 he not his teeth in the morning. he مفرد، المفرد بيجي معاه ايه؟ الفعل فيه اس او اي اس او اي اس. يبقى انا هو اختيار اللي صح فعلا الاختيار نمبر سي brushes. مها نقط هير homework at night. مها مفرد. تمام. المفرد هيجيني معاه اس او اي اس او اي اس. هنا هتبقى does. هير homework بتعمل واجبها في المساء. وي طبعا من الأفعال اللي بيجي معها المصدر يبقى we study. نمبر 7 what not you do after school. what do you do؟ ليه؟ لأن كلمة الاستفهام do والفعل هنا you، عشان كده هجيب do. هنرتب مع بعض. you أنت، you play أنت بتلعب، with مع your friends مع أصدقائك. he هو plays بيلعب، in في
the park يعني في المنتزه. تمام. أنا بعمل إيه؟ brush my teeth بغسل أسناني. إمتى؟ in the morning في الصباح. طيب number 4 I make my bed أنا برتب سريري. number 3 طبعا read and circle هنعمل دائرة على الإجابة الصحيحة. number 1 I not with my friends every day. I طبعا عشان I بيجي معها المصدر I play with my friends. number 2 مريم مفرد يبقى الفعل هيبقى فيه اس أو اس أو اي اس. مريم brushes her teeth every morning. مريم بتغسل أسنانها كل صباح. number 3 هاني and I go أو goes to school by bus. هاني وأنا مفرد ولا جمع؟ هاني وأنا كده يبقى جمع، يبقى على طول go اللي هو المصدر. جودي مفرد يبقى eats breakfast at 8 o'clock الساعة 8. they not TV in the morning. they watch TV هما بيشاهدوا التلفزيون الساعة أو في الليل. writing طبعا هنا الجزء الخاص بالرايتنج هتكتبوه في الكتاب بتاعكم بخط جميل تحاولوا تحسنوا في الخط. sleep هنقرأ الكلمات التانية مع بعض. sleep ينام. play يلعب. wake up يستيقظ. read يقرأ. get dressed يلبس ملابسه أو يرتدي ملابسه. write يكتب. هنا بقى general exercise on lesson 4 هنحل بقى general exercise اللي هي التدريبات اللي شاملة الدرس كله. choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. number 1 I make my note to keep it tidy. أنا برتب إيه؟ I make my bed. number 2 he not his teeth أسنانه بيعمل لها إيه؟ brush. طيب مع المفرد هيبقى brushes her teeth أو his teeth. نديم not outside نديم مفرد يبقى plays outside. I not my hair I brush my hair عشان I بيجي بعد معاها الفعل في المصدر. I go to school أو go to school يذهب إلى المدرسة. match طبعا وصل. watch TV. wake up يستيقظ. read and complete هنقرأ وهنكمل من الكلمات اللي في البوكس ما بين سلمى وهند. hello هند مرحبا يا هند. what time do you wake up انتي بتقومي الساعة كام؟ قالت لها I not up يبقى I wake up دي number 1. I wake up at 6 a.m. بقوم الساعة 6. سلمى قالت لها what do you do after that طب انتي بتعملي ايه بعد ذلك؟ I not my teeth بعمل ايه لأسناني؟ طبعا brush my teeth. تمام. what do you do next طب انت بتعملي ايه بعد كده؟ I have my note and go to school. I have my breakfast بتناول الإفطار وبذهب إلى المدرسة. تمام جدا. number 4 read the text and answer the question اقرأ النص وجاوب عليه. my name is سارة اسمي سارة. I eat breakfast and then go to school أنا بتناول الفطار وبعد كده بذهب للمدرسة. my brother is 10 years old أخوي عنده 10 سنوات. 10 years old 10 سنوات. he is tall and short he is tall هو طويل with short black hair وشعره أسود وقصير. he wakes up at 7 بيقوم الساعة 7. eats breakfast at 7:30 بيتناول الإفطار الساعة 7:30 and then goes to school at 8 a.m. بيمشي الساعة 8 المدرسة. he likes to play football بيحب يلعب كرة القدم after school بعد المدرسة. تمام. choose the correct answer هنختار الإجابة مع بعض. سارة brothers is not years old عنده كم سنة؟ طبعا أهي 10 years old عنده 10 سنوات.
Sarah's brother go to school at بيمشي المدرسة الساعة كام؟ طبعا أهي 8 الساعة 8 AM يعني 8 صباحا. طيب when does Sarah brother wake up؟ طب هو بيقوم متى؟ يستيقظ متى؟ أخوها بيستيقظ. he wakes at 7 AM دي إجابة نمبر 4 أو نمبر 3. طيب السؤال نمبر 4 what color is Sarah brother hair؟ أخوها شعره كان لونه إيه؟ طبعا ده حاجة سهلة جدا، كان black يعني أسود. السؤال اللي بعديه نمبر 5 rearrange، هنرتب الحروف. طبعا الصورة الأولى هي write يكتب write. الصورة الثانية sleep يعني إيه؟ يعني ينام. الصورة الثالثة eat يعني إيه eat؟ يعني يأكل. الصورة الرابعة play يلعب. تمام. what do you do يعني ماذا تفعل. after school بعد الإيه؟ بعد المدرسة. بعد after school بعد المدرسة. تمام. I wake up أنا بستيقظ at 7 AM الساعة 7. هم they watch هم بيعملوا إيه؟ بيشاهدوا إيه؟ التلفزيون TV in في the evening المساء. طيب I have أنا عندي brown hair شعر بني. punctuate the following هنعمل طبعا علامات ترقيم. حازم wakes up at 6 AM طبعا حازم الاتش كابيتال، وفي الآخر طبعا بيقول لي حازم بيستيقظ الساعة 7 أو الساعة 6. طبعا دي جملة عادية يبقى نحط فول ستوب اللي هي النقطة. I play أنا بلعب يبقى الآي كابيتال. I play with my friends أنا بلعب مع أصدقائي. طبعا دي جملة يبقى فول ستوب. عايزين نكبرها. طيب هنا what do you do طبعا what ما أو ماذا ده سؤال، الدبليو كابيتال وفي الآخر علامة استفهام. I have long hair أنا عندي شعر طويل دي طبعا نقطة. تمام. آخر سؤال عندي الباراجراف. write a paragraph of 3 sentences عن 3 جمل. عن إيه؟ your daily routine عن روتينك اليومي. طيب عندي guiding elements اللي هي عناصر إرشادية. عندي كلمة breakfast يعني هعمل جملة من ضمنها البريكفاست اللي هو الفطار. طيب تاني جملة فيها go اللي هو إيه؟ يذهب. تالت جملة play يعني يلعب. يلا هنعمله مع بعض، بس هسيبكم انتوا اللي تكتبوا، أنا هساعدكم وانتوا اللي هتكتبوا. طيب breakfast على سبيل المثال هيقول I eat my breakfast at 6 AM يعني أنا بتناول فطاري الساعة خليها 7 AM يعني الساعة 7. طيب دي نقطة وأحط دي جملة كده وأحط في آخرها نقطة وأبدأ على طول، مش هحط الجمل تحت بعض، لا الجمل هتبقى أخلص جملة أحط نقطة أبدأ في الجملة التانية. طيب تاني جملة I go to school by bus يعني أنا بذهب للمدرسة بالباص. أو ممكن I go to school at 7:30 أو بمشي المدرسة الساعة 7:30. طيب دي كده جملة. طيب الجملة الثالثة I play with my friends أنا بلعب مع مين؟ مع أصدقائي. وبكده نكون خلصنا يونت طبعا الدرس الرابع من يونت 1 سنة 3 ابتدائي. بتمنى تكونوا استفدتوا، ولو وصلتوا لحد هنا بتمنى برضو تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة ولايك للفيديو، واستنوني إن شاء الله في الفيديو القادم مراجعة على يونت حل المراجعة وحل امتحان الوحدة يونت 1 سنة 3 ابتدائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.